بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة هذه رسالة لجمهور النادي الكبير والعريق والجمهور الكبير، جمهور نادي الهلال، اللي نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم كمجلس إدارة، وكل من في النادي يسعى الحقيقة لإسعاد هذا الجمهور الكبير. والحمد لله اليوم انتهينا من توقيع صفقتين مهمة جدا للفريق، وهي اللاعب محمد كنو واللاعب حسن كادش. أيضا في الأيام الماضية الحمد لله استطعنا أن نحصل على خدمات اللاعب المتميز مختار فلاتة، واللاعب المتميز أيضا علي البليهي، بالإضافة إلى امتلاك عقد والتوقيع مع اللاعب عمر خريبين. إن شاء الله تكون أيضا في الأيام القادمة بإذن الله. نأمل أن نسعد جمهور نادي الهلال بأخبار مفرحة أكثر. أشكر الحقيقة أعضاء شرف نادي الهلال اللي دائما وأبدا يقفون خلف ناديهم، يدعمون هذا النادي، يدعمون أي مجلس إدارة يأتي. لهم فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى لاستمرار هذا النادي بالبطولات. الجمهور الكبير اللي يؤازر ويدعم هذا النادي يستحق أنه دائما يكون سعيد. أيضا أكرر أنه الجهاز الفني كان يعني اختار هؤلاء اللاعبين وأشار بمحاولة التعاقد معهم. مبدأ الحقيقة يحرص عليه مجلس إدارة نادي الهلال بالتعاون مع الجهاز الفني، وأنه يكون في مبدأ المنافسة، وأن اللاعبين جميعا يكونون بمستويات متقاربة، الأساسي مثل البديل، بمعنى آخر أن لا يكون فرق كبير أو في فرق كبير بين مستوى البديل والأساسي، حتى يكون المنافسة موجودة بشكل أكبر بالنادي، وهذا ما حصل ولله الحمد. إن شاء الله أنه نستطيع أنه إحنا نفرح الجمهور أكثر وأكثر بإحراز البطولات. هذا ما نأمله، هذا ما نتمناه. نحاول قدر المستطاع أن نكون دائما في المنافسة، ونأمل بإذن الله أنه يزداد عدد بطولات نادي الهلال لكي تفرح جماهير نادي الهلال أكثر وأكثر.